فضل يضحكنا لدرجة إنه لما اتعمل على المسرح محدش صدقه. المعلم حنفي شيخ الصيادين. اتولد عبد الفتاح الأسري سنة 1905 بحي الجمالية. أبوه كان شغال في الدهب. اتخرج من مدرسة القديس يوسف. بدأ مشواره الفني مع فرقة عبد الرحمن رشدي اللي كانت طريقه لفرقة نجيب ريحاني. قدم عبد الفتاح حوالي 63 فيلم، أهمهم ابن حميدو وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين والآنسة حنفي، وأفلام تانية مهمة. عرفناه باسم المعلم حنفي شيخ الصيادين، واللي كانت كلمته مش ممكن تنزل أبدا. اتجوز 3 مرات وفكر إنه يتبنى طفل، ولكن زوجته الثالثة رفضت. وفي واحدة من مسرحياته مع الفنان إسماعيل ياسين فضل يصرخ ويقول أنا مش شايف يا إسماعيل، والناس افتكرت إنه جزء من المسرحية وضحكوا زيادة. ولكن إسماعيل ياسين فهم إنه مش بيمثل ووقف المسرحية، ونقلوه للمستشفى واكتشفوا إن اللي حصل له ده كان بسبب ارتفاع نسبة السكر. اتوفى عبد الفتاح سنة 1964 بعد ما أصيب بغيبوبة